رجالا ونساء ولا تمييز بين احد من ابناء هذا الوطن على اي اساس لا دين ولا علم ولا نوع اجتماع ولا اي تمييز ابدا بين ابناء الوطن. جميعنا واحد، جميعنا ابناء وطن واحد. دي الرساله اللي الحكومه عايزه تقولها لكم. كلمه السيد رئيس الوزراء الذي كلفني بقراءتها قريتها وحفظتها وبقول لكم معاني مواقف فيها لاني مش شايف الوقت متسع. معاني اللي وردت فيها بتقول كنا نسعى في المؤتمرات السابقه ومن اسف اننا عندما استلمنا اعمالنا وجميع زملائي الوزراء لم نجد ذاكره نستطيع ان نستند اليها. السيد وزير الماليه شكني امس بان حتى وزاره الماليه وبالذات اماكن محدده، اماكن معينه في الوزاره اذهب تقريبا كتير من الولد مش موجود شغلانه الان يشقوا بالزمن عشان يجمعوا ذاكره وزاره الماليه من جديد. محافظه الجيزه شفتم المبنى الاثري التاريخي العظيم يتدمر واللي داخل عقله. فين الحنفيه بتاع الميه بتاع الحقيقه عشان ما يوفيش؟ وفين عربيه المطافي اللي راكبه تحت بقالها 40 سنه عربيه مطافي فيعطلها عشان وقت ما يحرق ما تعرفش تتحرك وتطفي المطافي. وفين سكينه الكهرباء اللي كان الراجل بيقطعها ب 20 جنيه حسب. فين سكينه الكهرباء بتاع المحافظه عشان كاميرات التصوير اللي صورت الارهابيين وهم يحتلون هذا المقر الاثري لمحافظه الجيزه عشان يعطلوا كاميرات ما تصورش. بصوا ما حدث في 30 يونيو وانتم تتابعون الوطن اكثر مننا. احنا ساعات كل واحد فينا ينشغل بهمه الخاص، انا انشغل بالقوى العامه والهجره ومعالي وزير الثقافه والاتصالات بالطيران بالتموين بالصحي وصول وزير الاستثمار المهندس أسامة صالح. وانا سعيد ان في وزراء شباب زي